اروح لعامر. كل عام وانت بخير عامر. كل عام والشات بخير. بألف خير. طبعا انا سمعت انه مغلبينك على الشات او انت مغلبهم، مش عارف. والله انا اللي مغلبهم. انت اللي مغلبهم. متى كان دخولك لشات كراميش؟ 3 عام 2013. 2013 2012 يعني تقريبا صار لك سنة كاملة. خلال هاي السنة تقييمك لشات كراميش، طبعا الناس كتير بيسألوا انه هل يعني الشات شيء تفاعلي مجدي مع الناس مثلا، يعني انه في تواصل فعلا مع الناس، ولا هو فقط يعني كلام اي كلام عابر؟ يعني انا بلاحظ من خلال مثلا تتبعي لشات قناة كراميش، لما يكون في عندنا حلقة على الهواء التواصل مع الجمهور من خلال الشات بيزيد كثير. نعم. احكي لي خلال هاي السنة طبيعة طبعا عملك في قناة كراميش على الشات، المشاكل اللي بتواجهك في يعني الشات قناة كراميش، توصيات انت بتحكيها لجمهور. طبعا بتعرف يعني انا حاب احكي للجمهور انه خلينا نقول الفلتر تبع الاس ام اس حتى له جمهور، يعني كثير بوصلنا نحن ايميلات انه سلام لفلان وسلام لفلان، يعني حتى هم صاروا نجوم كمان. فطبيعة عملك والمشاكل. والله هو الشات يعني كل فترة عن فترة بيزيد التفاعل فيه. فالمشاكل بنواجهها يعني هي مثلا مشاكل في الشبكة فلانية وقفت رسائلها، ليش ما طلعتش رسالتي، ليش ما طلعتش. في ناس بيعتبوا كتير عليكم ترى. مثلا تكون هي المشكلة مش من عندنا، المشكلة تكون من الشبكة نفسها، ما بتوصل لنا رسائل. احنا لما ننتبهها بنتواصل مع الشركة حتى ايش نرجع لنا. مثلا حذف الرسائل، احنا مثلا ما بنقول ليش تحذف رسالتي، احنا في معايير معينة ما بنحذفها، بنحذف الرسائل اذا كانت كلها غلط. نعم. مرات تكون بعض كلمات غلط، احنا بنغير الكلمات هاي لكلمات مناسبة. مثلا كلمة بتكون عندنا احنا عادية يعني ما فيش فيها اي معنى غلط، تكون عند بلد الفلاني فيها غلط، فاحنا بنضطر نغيرها. نعم. فهون مرات الناس برضه بيعترضوا على الشيء، انه ليش انت غيرت لي في نص الرسالة تبعتي. طبعا هذا من حق القناة، لأنه نحن الآن رسالتنا موجهة والتلفزيون يعني موجه لكل الوطن العربي وحتى لكل العالم، فنحن بنكون حريصين جدا إنه الكلام طبعا قدر الإمكان، مرات يعني إلا ما يكون في بعض الأخطاء اللي خارجة عن إرادة الشباب في الفلترة، لكن نحرص فعلا وبكون في رقابة حثيثة للاس ام اس في قناة كراميش على الكلمات اللي